طبعا دورة الرجال على مدار 3 أيام خصصنا دروس كمؤتمر ستار خاصة بشهر العنف ضد المرأة، مناهضة العنف ضد المرأة. قلنا نفتح دورة للرجال على مدار 3 أيام يشمل قانون الأسرة، التعصب الجنسي، اليوم الثالث كمان العنف ضد المرأة. العنف له أشكال عديدة وفي أسباب عديدة لهالعنف الممارس على النساء بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. يعني نحن هلا بمنطقة زرقان نحن بمجال العنف. طبعا العنف كمان في عنف ضمن الحروب كمان. يعني هلا منطقة زرقان الحرب اللي دارت بمنطقة زرقان والتهجير اللي صار بمنطقة زرقان، خروج الشعب من منطقة زرقان بسبب هالعنف الممارس من قبل الدول، من قبل الهجمات التركية على المنطقة، هاي كمان أكبر العنف ظاهرة. يعني ضمن هذا العنف يعتبر عنف ضمن الحروب، حروب الدائرة بالمنطقة. طبعا العنف ضمن الحروب في له كمان شغلات عم يطلع ضمن الحروب، مثلا خطف النساء، اغتصابات، عنف ممارس على النساء من ضرب، إيذاء، إهانة على النساء بشكل عام. يعني بموضوع العنف ضمن الحروب نقدر نقول عنف دولي، عنف اقليمي، عنف يمارس الدولة على المجتمع. اشكال العنف كثيرة، يعني مثلا ضمن الأسرة الألفاظ الرجل على المرأة، مثلا تهين كرامة المرأة، تهين وجودها، تنكر وجودها، هذا أكبر العنف. يعني نحن هدفنا نقضي على هذا العنف ونبني عائلة ديمقراطية بعيد عن العنف الممارس على الأسرة، على المرأة، على المجتمع. إذا كان قضينا على العنف ضمن مناهضة العنف على المرأة راح يكون بالفعل مجتمع ديمقراطي. يعني بدنا مساواة بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني المرأة والرجل متساويين. يعني مجتمع ديمقراطي أخلاقي متساوي ضمن العدالة والمساواة، ما في فرق بين الرجل والمرأة، اثنيناتهم مع بعض، الحياة الندية التشاركية ضمن الأسرة الديمقراطية. يعني نحن هدفنا نبني عائلة ديمقراطية نبني على جميع أشكال العنف الممارس، إن كانت على المرأة، إن كان على المجتمع، إن كان على الأطفال نفسهم. يعني بس الواحد لحال يصير هذا يصير موجود. يعني مخلوق عوز. طيب ليش مخلوق عوز؟ احنا لا، مو انه انا متزوج جديد ومحبة بالنساء، ولكن لازم الحقيقة تقال. الحقيقة تقال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ رفقا بالقوارير. يعني من انصار الادب النسائي احمد شوقي، محمد مهدي الجواهري، دائما ما كانوا يعززون من كرامة المرأة وكرامة الأنثى في المجتمعات الشرقية، ولكن للأسف الشديد طبعا مو دفاع عن المرأة بشكل عام، المرأة لها دور عظيم بالمجتمعات بشكل عام، سواء كانت في المجتمعات الغربية أو في المجتمعات الشرقية. من الأسرة تفاهم بين الرجل والمرأة، أما بغير الأسرة إنه بالمجتمع بالحياة اليومية عن طريق القوانين جن تشكي أساس المجتمعي، لماذا هي أساسية؟ أم دس بيمكن جمالة دس بيمكن المال أم المال كجنو مير تأسيسات مجتمع جنو مير درب أصله جنو مير متفاهم من ديمقراطية دور طوان درب حتى زاروك جي سركبتي درب أصله أفعل الجمال شينابه حياتها مشترك أو أساسات ديمقراطية حياة المشترك. وكيمير شاش تشكي شاش العنف ضد الجنيجة شاشي مجتمعيا منبوذ ويجي. يعني بيه فلان بنا جنا خورنا باش زاروك خورنا باش، يعني تأثير حتى زاروك باش دركب عقلية زلام يقول جن شردي جن شركة حياتاتي جن هرتش لجن، لأنه شرد جن بطرنا حتى اقتصاديا جي مرة رأي يقول توظف جناته جي موظف أرجو، يعني أبجي دافعك جنيه بو اقتصادا حتى ما لا خجي محافظ بك. طبعا المرأة هي الأم التي تربي والأخت التي تعطف
والزوجة التي تساند والابنة التي تفرح. طبعا كان درس يبنو عن المرأة والعنف ضد المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة. طبعا البرودة كانت جيدة جدا بالنسبة لجميع الأعضاء لجميع المؤسسات. شرح من خلالها أسباب العنف ضد المرأة، معالجة الأسباب العنف ضد المرأة. طبعا جميع الإندامات شاركوا في الدورة التنظيمية، كانت المشاركة نسبية وفعالة جيدة جدا. طرح من خلالها باب النقاشات لجميع الأعضاء. طبعا ذكرنا أيضا في النقاشات أن المرأة كان لها دور سلبي ليس سلبي، لم يكن دور المرأة معزز بشكل كامل في الشرق الأوسط. وذكرنا أيضا من أحد أسباب التخلف الشرق الأوسط هو المرأة. لماذا؟ لأنه لم يعطوا المرأة دورها بشكل فعال وحاسم. فدائما ما كانوا ينعتون بالمرأة هي ناقصات عقل ودين، هي مخلوق أعوج، ولكن أثبتت المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العكس تماما. وضمن إطار التعصب الجنسي. ما هو التعصب الجنسي؟ هو التميز أو التحيز للجنس البيولوجي، سواء يعني التميز بين الذكر والأنثى. طبعا هذه الظاهرة بصراحة وبدقيق العبارة هي ظاهرة حاصلة في المجتمعات الشرقية بشكل كامل. طبعا هي ظاهرة مغلوطة جدا، يعني ظاهرة مغلوطة جدا. هناك المرأة من المفترض إعطاء المرأة الدور الكامل. المرأة إلها حقوقها وإلها واجباتها. طبعا التعصب الجنسي هي من أحد الأسباب التي أدت إلى التخلف، كما أسلفنا سابقا التخلف في الشرق الأوسط. الزوج والمرأة هناك الحياة التشاركية، الحياة المبنية على التفاهم، الحياة المبنية على الاحترام المتبادل بين الطرفين. فبصراحة هناك مفهومات أو مفهوم مغلوط لجميع دول الشرق الأوسط. من المفترض تعزيز دور المرأة، تمكين دور المرأة، تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، تقليل الفقر، توفير فرص العمل بشكل كامل حتى تعطى المرأة حقوقها كاملة ويعزز من دور المرأة بشكل فعال وإيجابي. في أيام النظام البحث السابق كان هناك ما يسمى بالاتحاد النسائي، ولكن هي عبارة عن فقاعة ووهم وخدعة. أما في مؤسسات الإدارة الذاتية سواء كانت هذه المؤسسات مدنية أو عسكرية، بصراحة عززوا من مكانة المرأة بشكل فعال وجيد. اليوم في المؤسسات المدنية هناك الرئاسة المشتركة، أي قضت على الذهنية السلطوية الذكورية. لاحظنا الفرق الملموس بصراحة في مؤسسات الإدارة الذاتية، أي عكس ذلك تماما. أيام النظام البعث السابق مثل ما أسلفنا سابقا أنه اتحاد نسائي بس بالاسم فقط لا غير يعني.